صباح النور، مساء الخير، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس ويلقاكم هذا الفيديو بصحة وعافية. في وصفة عنها اليوم حبيت نشارك معكم البوراك التركي، يجي مقرمش ومورق. يلا ما نطولش عليكم، نخليكم مع الوصفة والمقادير وطريقة التحضير، فرجة ممتعة. نبداو بسم الله. اول شيء نجيبوا الريسيبيون تاعنا، نبداو بالمكونات. عندنا كاس تاع ماء يكون دافي، انا درت الكاس بتاع وليد. نتوما ديروا ولا كيلو بواش حبيتو كيلو صغيره، كيلو يعني ديروا النصف تاع المكونات. حبيتو يعني انا هذه المكونات داروا لي ما شاء الله. كما قلت لكم درت كاس تاع ماء يكون دافي، زدت له كاس تاع حليب تاني يكون دافي، زدت كاس تاع لاتاي تاع زيت تقريبا حوالي 100 ملي، زدت مغرف كبيره تاع خميره فوريه، مغرف كبيره تاع سكر، وحبه بيض اللي تكون بدرجه حراره الغرفه. نخلط هذو المكونات كامل مع بعض ونبدا نضيف في الفارينه حتى نتحصل على عجينه تكون متماسكه. انا الفارينه جاتني تقريبا 5 كيسان وشويه، 5 كيسان وربع تاع فارينه. ما تنساوش مغرفه صغيره تاع ملح. نبدا نلين في العجينه تاعي. كما راكم شفتوا انا درت هنا 3 كيسان، ونبدا نجمع في العجينه تاعي. يعني كما دائما نقول لكم وكما دائما تعرفوا انه الفارينه انواع، كاين اللي تشرب بالخف السوائل، كاين اللي لا. يعني قادره ديروا غير 5، قادر ديروا يعني 5 كيسان، قادر ديروا ناقص على 5 كيسان، قادر تزيدوا على 5 كيسان. المهم انتم ديروا الفارينه بالتدريج حتى تحصلوا على عجينه تكون متماسكه، ماشي تكون تتلصق في اليد، تكون متماسكه. رانا نلمو في العجينه وفي نفس الوقت رانا ندلكو. شوفوا الكاس السادس شحال ديت منه، ديت غير ربع كاس برك. نديروا العجينه تاعنا في طاوله العمل وندلكوها حوالي دقيقتين حتى 3 دقائق. نعاودوا نرجعوها للغيسيبيون تاعنا، نغطوها بكيس بلاستيكي ونخلوها تخمر مده 45 دقيقه حتى لساعه، المهم حتى تضاعف الحجم تاعها. هنا بعد ما خليتها هنا ساعه وهي تخمر، نعاودو نجيبوها نحطوها في طاولة العمل ونقسموها الى 8 قطع ونشكلوهم كوريات. كما قلت لكم لا حبيتو يعني كمية اقل، نقصوا من المقادير. يعني باش ديروا 2 كيسان كاس تاع ماء وكاس تاع حليب، ديروا غير كاس تاع حليب ونقصوا في المقادير. هنا كما قلت لكم نشكلوا كوريات. انا درت 8 قطع ولا 8 كوريات، ونعاودو نغطوهم بكيس بلاستيكي هكا باش ما تدليش القشره من الفوق، ونخلوهم على جهه ونبداو نشكلوا في البوراك تاعنا. هنا عندي 150 غرام تاع زبده اللي كنت ذوبتها وبردت، زدت لها ربع كاس تاع زيت ولا نص فنجال تاع لاتاي تاع زيت ما يعادل 50 ملي. هنا نروح نجيبوا الكره الاولى، نديروا نرشوا طاوله العمل تاعنا بالنشا بالمايزينا هكا باش تجينا البوراك تاعنا مورق ومقرمش في نفس الوقت، بهذا الشكل باش ينجح لنا البوراك تاعنا. هنا كما قلت لكم نفتحوا العجينه تاعنا بسمك رقيق، يعني راح حتى يولينا شفاف. يعني ما تخافوش، فتحوه مليح مليح. بهذا الشكل يعني شوفوا كيفاش يكون السمك تاع العجينه تاعنا. واش نديرو؟ نجيبوا هذاك الخليط تاع الزيت والزبده وندهنوا كامل السطح تاع العجينه تاعنا. ومن بعد نطويوها على 2 بالشكل الطولي كما راكم تشوفوا،
وكنطويوها نعاودو تاني نديرو ولا ندهنو العجينه تاعنا بهذاك الخليط تاع الزيت والزبده، نعاودو تاني نطووها على 2 بهذا الشكل. كل ما نطووها كل ما نزيدو نديرو الخليط تاع الزيت والزبده بهذا الشكل. يعني راكم باش تشوفوا شحال طويناها، ونكملوا باقي الكوريات بنفس الشكل. يعني ديروا المايزينا ولا النشا، ما ديروش الفرينه، ديروا المايزينا ولا النشا، هي اللي تساعدكم باش يجي البوراك تاعكم مورق. ونفتحوها بسمك رقيق، يعني رقيق بزاف. يعني تعرفوا انه البوراك التركي هما يديروه بلا بادافيلو، وحنا نديرو العجينه تاعنا هكا وتنجح لكم 100% ويجيكم مقرمش ومورق، يجي ما شاء الله. يعني جربوا الوصفه اكيد راح تعجبكم. نحبوا مثل هذه الوصفات في الشهر الفضيل مع حريره ولا مع شوربه، يعني بديل للبوراك الجزائري تاعنا. خطرات نبداو نحبوا نوعوا في طاوله الافطار تاعنا. هنا نديروا نفس العمليه، ندهنوا سطح العجينه تاعنا بهذاك الخليط، ونزيدوا يعني كل ما نطويو كل ما نزيدوا ندهنوا العجينه. نكملوا كامل العجينه تاعنا بنفس الشكل. هنا بعد ما كملتهم كامل نروح نديرهم في الفريجيدير ولا في الكونجيلاتور لو كنتم مقلقين، واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه. لا درتهم في الكونجيلاتور خلوهم واحد ربع ساعه ولا 10 دقائق، لا درتهم في الفريجيدير خلوهم نص ساعه حتى لساعه. هنا بعد ما خليتهم ارتاحوا شويه نعاود نجيبهم. هنا بالنسبه للحشو انا درت الحشو بالسلقه. يعني حكمت حبه بصل اللي كنت كرفشتها، خليتها تقلى مليح في المقلاة، زدت لها فيونداشي ولا دجاج اشي كما تحبوا، نخلوه يتقلى مليح، ومن بعد نزيد لها السلق، نخلوهم يتقلاو مليح، ونزيد لهم لي زيبيس اللي هي الملح، ما تكثروش الملح بزاف، وزدت لها فلفل اسود، وخليتهم يتقلاو مليح وطابوا. كي طابوا زدت لهم فرماج، اي فرماج يعني اي نوعيه حبيتو، وزدت لهم يعني فرماج رابي. وهذا هو الحشو تاعنا. نتوما ديروا اي حشو حبيتو. نجيبوا القطعه الاولى تاع العجينه تاعنا ونفتحوها على شكل مستطيل، يعني فتحوها على حساب الطول تاع السنيوات تاعكم اللي راكم رايحين ديروا فيها. نفتحها بشكل مستطيل بهذا الشكل، ومن بعد نروحوا نديروا الحشو تاعنا بهذه الطريقه. تحبوا تزيدوا فرماج، انا درت كل شيء يعني في مع السلقه. ثم يعني الحشو لكم الاختيار. ومن بعد نطويو العجينه تاعنا بلا ما نضغطوا وبلا ما نزيروا، يعني غير نطويو ولا غير نلوو هذيك العجينه، هذا مكان. ونروحوا نديروها في السني تاعنا بعد ما نكونوا درنا له بابي كويسون، ولا تدهنوه بالزيت ولا بالزبده وترشوا عليه الفرينه، المهم هكا باش تضمنوا انه مش هيلصق لكم. نكملوا باقي يعني القطع هذوك اللي بقاو لنا بنفس الطريقه، نشكلوا ولا نفتحوا العجينه تاعنا على شكل مستطيل عفوا، على حساب الطول تاع البلاطو تاعنا. نديروا الحشو، ومن بعد نطويو ولا نديروا العجينه تاعنا بلا ما نضغطوا. نكونوا ديجا شعلنا الفوغ تاعنا ولا الكوشه تاعنا على 180 درجه، لازم تكون مسخنه مسبقا. هنا بعد ما كملت كامل يعني القطع تاعي 8 قطع تاعي، هنا نجيبوا حبه بيض ونروحوا ندهنوا الوجه تاع البوراك تاعنا، ولا قبل هذا نقطعوا البوراك تاعنا بالشكل اللي راكم تشوفوا فيه.
ونروحو ندهنو السطح بحبة بيض، ندهنوه كامل مليح. وهنا للتزيين انا درت سانوج بشكل طولي، نتوما ديروا سانوج ولا جلجلان ولا اللي حبيتوه. ونروحو ندخلو البورك تاعنا، البورك التركي يطيب. كي نشوفوا بداو الحواشي تاعو ولا الاطراف بداو يحمروا، نشعلوا ليه من الفوق حتى يحمر ويطيب لنا تماما. وهذا هو بعد ما طاب، يجينا ما شاء الله مقرمش، يعني مقرمش من برا، مورق من الداخل، ويجينا بنين بزاف. وهذا هو البوراك التركي تاعنا. نتمنى الوصفه تاعنا اليوم تكون نالت اعجابكم، نتمنى تجربوها وتخلوا لي رايكم في لي كومونتير. يعني جينا بزاف هايل. راكم رايحين تشوفوا كيفاش راح يجينا مقرمش من برا، راح يجينا مورق من الداخل، يجينا بنين، يجينا بزاف هايل. وصفات رمضانية، نحبوا مثل هذه الوصفات. واكيد بزاف هذو اليامات راهم صايمين، ان شاء الله نقول لكم صيامكم في الجنة ان شاء الله يا رب. ان شاء الله نتمنى الوصفه تاعنا اليوم تكون نالت اعجابكم، نتمنى الفيديو عجبكم. اذا عجبكم عليكم الا تكليكوا جيم وتبارطاجوا الوصفه مع خياتكم وحباباتكم اللي اول مره يدخل قناتي. مرحبا والف مرحبا، منورين. ما تنساوش ديروا اشتراك او ابوني وتفعلوا الجرس، هكا بيوصلكم كل جديد القناه باذن الله. يلا انا وصلت نهايه الوصفه، وصلت نهايه الفيديو، مبقى لي الا نقول لكم تهلاو في رواحكم، تهلاو في صحتكم هي الصح، في والديكم وفي وليداتكم. نتمنى تجربوا الوصفه وتنال اعجابكم، راح يجينا بزاف هايل. اكيد اكيد اذا عجبتوه ولا اذا جربتوه اكيد راح يعجبكم. يلا تركتكم في رعايه الرحمن، مع الف سلامه.